فريق نجم جالاكسي واحد من أكتر الفرق اللي الناس بتتكلم عنه الفترة الأخيرة، وحصل عليه خلافات كتيرة ما بين هو فريق وحش ولا فريق حلو، وهل هو مرشح حقيقي إن هو يكسب البيم جي أو. ده اللي هنعرفه النهارده من الفيديو ده، بناء على أدائه في البطولة الأخيرة وهي بيم جي أو مينا في اليوم الأول من النهائي، وبالتحديد في مباراة روندو واللي بيلعبها تيم نجم جالاكسي بطريقة بوزيشنال وباسيف شوية، يعني بينزل لاند دروب بتاعته بيتجنب الفايتات وبيعمل روتيشن عشان ياخد مكان كويس بدون تأخير، ولكن أثناء تحركه مع الزون الثانية بيحصل عشوائية روتيشنات روندو اللي الريكورد بسبب كبير فيها، واللي بتسبب خسارة لاعبين من النجم جالاكسي، فيضطروا يعملوا ريفايف وبعدها يدخلوا زون من المنطقة اللي فوق دي. ونروح على الاستيج الخامس، واللي خلاهم يكسبوا الجيم هي التفصيلة الصغيرة دي. كان في فايتات كتيرة من 5 تيمات في نفس الجهة، واللي اكتفى فيها النجم جالاكسي انه ياخد زوايا ويحصل اقصاءات من بعيد بدون ما يبوش او يطمع، لان الوضع هناك فوضوي جدا، وده اللي خلاهم يحصلوا اقصاءات سهلة بذكاء وخبرة من غير ما يتعرضوا لخطر، وبعدها بيفوزوا جيم روندو ب 12 اقصاء. ولكن قبل ما ننتقل للمباراة الثانية، عاوزك تفضل فاكر الطريقة اللي لعب بيها روندو، لاننا هنحتاجها في اخر الفيديو. وفي الجيم الثالث نجم جالاكسي كانوا عايمين سيفيرني وقدام رؤوف 3 اختيارات، يا اما يلعب من الاوبن ويفضل يلف بالعربيات بتاعته في المنطقة دي، يا اما يدخل سيفيرني، يا اما يعمل اللي هو عمله انه يعمل روتيشن لحفرة في سنتر الزون ما بين كل التيمات، وده اختيار ما جاش على بال حد من المحللين ولا اللاعبين، وده السبب اللي خلى الناس تنتقده لانه مش مفهوم. وفكرة رؤوف هو انه في المكان ده هيبقى محمي من خصومه، شاف ان الخوارزميات على الاغلب هتشافت بره سيفيرني، والمكان سنتر يعني هيأمن نفسه من شيفتات الزونات الجايه، ومحدش هيقدر يبش عليه لان الزون كلها وعلى اطرافها خصوم مش سايبين بعض. وده كان صح لحد الزون الخامس، لان تيم الهانترز بيبش عليه اثناء ما كل التيمات بتهرب من الزون، واخر تيم كان الجي كي يدخل كسرد بارتي ويشيل النجمه. قرار يبان معقد شويه، وكان الاسهل انك تدخل سيفيرني، ولكن ده بيوضح حاجه في رؤوف انه مميز عن باقي اي جيلز المينا. وفي الجيم الخامس وهو جيم ميرمار في اليوم الاول، من خط الطياره وشفت الزون صعب ليه؟ لانها بتخلي في جنب في ضغط تيمات وفي جنب تاني فاضي واقل ضغط، وبالنسبه لتيم نجم جالاكسي اللي نزلتهم في البوزو فده خلاها اصعب واصعب، لان اغلب التيمات هتتكدس في جهه والتيمات التانيه هتهرب للجانب الفاضي، وكل الناس هتاخد مكان في الزون الا هم. دخولهم من الزون لازم بفايت، وفعلا بيوصلوا افضل مكان في الزون عند هاي الازهر ويعملوا جيت كيبنج على ار8 اللي كان متاخر. نجم جالاكسي تشودو وساتان رؤوف الرباعي الان بيسقطون اول سجل على تشكيلة لما الزون تبعد عن الهاي، كان افضل مكان في الزون اللي بعدها هو الهاي اللي واخده تيم 721، وكان قبله في تيم 7 سي، فعشان كده كان لازم تيم نجمة يتخلص من 7 سي، فيقرروا يبشوا عليهم ويخلصوا عليه. الى اطراف الزون محاولات على ساتان، سيسقط كاد ان يسقط ساتان الا ولوات الدعم حتى وصل الدعم. وبعدها يتحدوا تيم 721 على افضل مكان في الزون، وبتيم بلاي قوي وفاير باور جبار يقدروا يكسبوا الفايت. نجم جالاكسي وبين 721 هنا التواجد هاي فاي ومحاولة عن طريق إيمان رؤوف يضع نفسه تحت النار يا رؤوف تحت النار. ردة الفعل أيضا تأتي نوك داون يسجل على 721 وتشودو. عن ماذا تبحث يا تشودو؟ عن أحدهم يا تشودو. الرؤوف المصاب، عن ساتان الذي يتعرض إلى جراحات، عن ردة الفعل عن البيبال الجزائري و721. والصعب عدى، ونجم جالاكسي كاشف الخريطة كلها وبيصطاد إقصاء، وبعدها يحسم الفايت قدام العلا ويكسب جيم ميرمار ب20 إقصاء، وبكده يعدي اليوم الأول ب83 نقطة بأفضل أداء للنجم جالاكسي. نتكلم عن النجوم 15 على الطريق. الله هذا الزمان نيد والمحاولة كوبسونا بهذه اللحظات، ماكينة أمريكية نجوم حاضرة بهذه اللحظات، وتشيكن دينر سجل للنجوم. ونروح لليوم الثاني في الجيم الرابع زون المطار، نجم جالاكسي بينزل بوشينكي، وتيم رع بينزل فيليبير، والعلا جورج بول والهانترز وتيم 7 سي بيلعبوا من نفس الجهة دي، فعشان كده نجم جالاكسي قرروا يعملوا روتيشن متأخر ومن جهة تانية ما يدخلوش إلا مع حركة الزون الرابع، وفعلا تيم نجمة يظهر مع حركة الزون الرابع، ولكن كل التيمات واخدة أماكنها في الزون. اتعمل عليهم جيت كيبنج أقصوا وهم بيحاولوا يدخلوا الزون. هذه الزون الآن بأخبر أيضا واريت وصل إلى المكان الآن. أريت هل سيصل المكان آمنا بهذه اللحظة؟ مان بيستقبلوا على مان على اللاعب ساتان، على كوبس كذلك ما بين مطرقة وسندان. اللاعب كوبس وقع ما بين الرصاصة. وفكرة الروتيشن دي تنفع في لوبيات زي الألتيميت أو التيمات اللي ما تعرفش حاجة عن معاقبة التيمات المتأخرة، ويوم غير موفق للنجم جالاكسي اللي سجل
31 نقطة بس في اليوم الثاني. وفي اليوم الثالث مباراة روندو بنفس الطريقة بيلعبوها بس في بوزيشنال، نزلوا نزلتهم مع شفتات الزون وحركتهم في انهم يحسنوا موقعهم، يتسحب رؤوف وكوبس ويحاول ساتان وتشودو انهم يرجعوا زملائهم، ولكن بيتم اقصاء الفريق بالكامل وهو بيعمل روتيشن. وهي نفس المشكلة في اليوم الاول، ان التيمات في روندو الروتيشنات بتاعتهم بتكون عشوائية وفي اوقات مختلفة بسبب الركول وبسبب الاجريسيف، فبالتالي محاولتك انك تحسن مكانك في الزون بيكون له مخاطرة كبيرة. وده اللي نجا منه رؤوف في اليوم الاول، ولكن ما قدرش ينجو منه في اليوم الاخير. وما تفتكرش ان الاسلوب هو السبب، ولكن السبب هو الكفاءة في تطبيق الاسلوب ده، الظروف بتاعة الجيم. وعلى الاغلب لو هتلعب باسف والزون ما خدمتكش هتتعرض لنفس الخطر بتاع التوسون والزيرو اقصاء. ونروح لمباراة إيرانجل واللي كانت بالنسبة لي مفتاح عودة النجمة في اليوم الثالث، كانت زون المطار برضه. والفرق هنا ان الكوتش بيكو ادى ملاحظات. ففي اليوم الثاني اكتشفوا ان رعد ده اول واحد بيعدي الجسر وبيمسكه من الناحيه الثانيه، و7 سي بيعمل روتيشن من بحر من ناحيه برمورس، ومفيش خطر الا من تيم العلا اللي ابعد بكتير من نزله تيم نجمه بالنسبه للجسر. فاللي يحصل ان تيم نجمه جالاكسي من الزون الاولى وهو واقف على الجسر مستقصد تيم العلا اللي بحكم النزله بتاعته اللي هي في جورج بول هيتاخر، وبالفعل يفضل تيم نجمه قاعد للزون الرابعه مستني تيم العلا يعدي ويقصوهم. لاعبي ساتان نجمة جالاكسي في خبر كان، ومن هنالك تشودو محاولة النهاية باتجاه اللاعب كويك، هجوم على اللاعب كوبس قريب المسافات، الدعم وصل، الضغط وصل، الرعب وصل، ومن هنا أصبحت قريب الأمور. الدعم لابد أن يكون حاضر، الزون سيطلع وبعدها يدخلوا الزون ويطلعوا مركز تاني بعد لقطة ذكية جدا من تشودو. والمباراة اللي بعدها اللي كانت بعنوان كوبس اللي قام بخبرته وبتاريخه ان هو يحاول موقف خاسر لانه يكسب الجيم لفريقه ب6 اقصاء. والثاني ممكن ان يكون اجين يبتعد، يحاول ان يبتعد من المنطقه ومن المكان. مولوتوف، حريق ونيران، هل ستصيب احدا؟ اجين يحاول الريفا، الله بالمولوتوف وبالان وحيدا يا كوبس في هذه اللحظات يحاول برصاص الله. على الاول اتى، على الثاني ممكن، لكن يا كوبس حاول. السادس سجل وعد، سجل وعد، سجل وعد، وان كنت قادر تعد وتجيد العد مع من؟ مع كوبس، مع حضور، مع امريكي، مع اينشتاين، مع جزائري، مع نهاية مصرية، وهنا حضور لمن؟ لكابوس. وجيم ميرامار الاخير اللي بيوضح مدى الشحن والبطولة اللي استشعرها لاعبي النجمة جالاكسي في انهم يعدوا من 5 تيمات في جهة واحدة ويطلعوا ب9 اقصاءات، تيم فيجن، تيم رعد، تيم CP9 والتيم 7 سي، ويسارد عليهم تيم العلا. وده كان وضع صعب ما ينجوش منه الا بطل، وفعلا طلعوا بنقاط ومركز بفاير باور وبس. صار لبوزيشن صحيح بالمليمتر يا ساتان. وهذه الحفرة قلتها من سنين ومن سنوات أن هذه الحفرة حفرة موت، وهي حفرة موت بالفعل. لمن؟ للرعد سبورت ساتان. أتى بالإسقاط الأول والثاني، هنا يسجل وإقصاء من؟ 7 سي أيضا المنافس والمطارد لفيجن. غادر فيجن، غادر 7 سي، غادر ايكورد، غادر كل من هو ينافس ومن يبحث الآن عن الصدارة بالأرقام. على من؟ على اللاعب أمجد، والأمور تزداد صعوبة، تزداد شراسة، تزداد ضراوة، تزداد فن، تزداد رؤوف، تزداد إبداع، تزداد محاولات. نيت قد تأتي من ساتان. الآن على لاعب فريق CP9 أمجد من بعيد أيضا يتواجد. سيناريو مجنون لمصلحة نجمة جالاكسي. الله 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 على الجنون من رؤوف. الفيفالو الجزائري قوي، يتواجد راغناروك بسيناريو مجنون ورؤوف. ديو لو انتهى على أمجد اختلفت الأمور، لو انتهى أمجد اختلفت الأمور. الله 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 في هذا المكان الآن 10 نقاط للنجمة جالاكسي بثنائية 7-1 ب3 لاعبين، 3 إقصاءات يتواجد بها. نتكلم عن 4 فرق. أداء النجمة جالاكسي في البطولة دي رغم إنه كان مش ثابت ومحير وغير مقنع لناس كتير يعني، إلا إنه بيدل عن نفسه لأن التيم لسه جديد وفي لاعبين كبار قادرين على صنع الفارق وحمل الفريق، وده شفناه في اليوم الثالث. وعنده ميزه وهي خريطه ميرامار، وعنده بيك قوي كتيم بلاي ولكن مش مستدام، بدليل ان فايتات كتير خسروها لان مش قادرين يجيبوا التوازن ده في كل جيم. عندهم IGL عالمي وده شفناه في اليوم الاول، غير الكوتش بيكو واللي بيطلع حلول منطقيه واقعيه بتفيدهم حتى لو هم مش في الفورم. ورغم ان ده مش الشكل الاقوى للنجمه جالاكسي، ولكن هو كان بطل اقوى بطوله في المينا وخسرها على فرق نقطه، وبطل وايلد كارد ومتاهل لبطوله عالميه، وده شيء بيصنع من خامة اللاعبين
اللاعبين الكبار حتى لو لسه ما اكتسبوش اسلوب مع بعضهم، او حتى وهو ما فيش استمراريه للتوازن اللي محتاجه اي تيم، ولنفس السبب ولنفس جوده اللعيبه دي فهو مرشح قوي ان هو يكسب بي ام جي او من ايفل. ولو عجبك الفيديو ده اعمل اشتراك للقناه وتروح تعمل لي فولو على الانستا والتيك توك وتشير المقاطع بتاعتي وادعمني عشان اكمل في صناعه المحتوى اللي انت بتحبه.